السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوام الصحة والعافية والبركة على كل أمة الإسلام. تعالوا بقى النهاردة مع بعض فيديو النهاردة لطيف مليان أفكار كتير. بس أتمنى منك الأول كده، لو أول مرة تشوف القناة، أنا عزة بسيوني، يشرفني انضمامك للقناة ولايك للفيديو وشير كتير للفيديو عشان كله أفكار، يا رب الكل يستفيد. طبعا أسعار الخضار الحمد لله بفضل الله تعالى بدأت تنزل شوية، فهنستعرضها مع بعض. الحمد لله الطماطم حقيقي مجنونة. فكانت الأيام اللي فاتت مولعة جدا من 20 25، واحنا هنا في مصر يعني ما عندناش ضبط أسعار خالص، كل تاجر بيبيع بمزاجه. فكان في ناس بتبيع ب20، ناس بتبيع ب25، مناطق تانية كانت بتبيع ب30 جنيه، فسمعنا أسعار خيالية. أنا هنا الحمد لله الطماطم بدأت تنزل، فجبتها ب10 جنيه. أسعارها دلوقتي متداولة في أكتر من الأماكن، ب10 ب12 زي ما انتم شايفين كده، زي التفاح ما شاء الله. فدول 3 كيلو ب30 جنيه. تعالوا بقى هنا الفلفل بردك نزل، كان أسعاره من 16 17، عامل 8 جنيه كيلو. وفي الأحسن منه كمان عامل 12 جنيه، بس دوت حلو زي ما انتم شايفين كده. مش لازم نجيب كل حاجة بيرفكت قوي، عادي لو الحاجة تقدري تنقي منها سعرها مريح شوية وتقدري تنقي منها الحاجة كويسة، بس مش الدبلانة اللي هي مثلا هتترمي يومين ثلاثة وهتترمي منك. لو انت زي حالتي كده ما بتنزلش السوق كتير، انا واحدة من الناس ممكن انزل كل 3 اسابيع مرة، تمام. فبضطر اجيب الحاجة تكون طازة زي ما انتم شايفين كده على قد ما اقدر عشان تقعد معايا فترة طويلة. وهوريكم طريقة حفظها ازاي تحفظيها اطول فترة ممكنة. وتعالوا هنا بقى الخيار، هو كان حجمه كبير شوية، كان عامل 10 جنيه، وفي عامل 14 على حسب يعني. في كده دوت عامل 10، في حجم أصغر منه شوية عامل 14. طبعا ده مش هيقول لأ. وهنا طبعا أساسي لازم يكون عندي في حاجات كده يعني أساسية. تجيبي بتنجان، دول بتنجانتين كانوا عاملين كيلو، الكيلو 5 جنيه، بحيث ان انت مثلا ايه فطار تحضري منه فطار يوم، عامله لقمه شعبيه كده، حابه تضيفي لها بتنجان، فبصراحه حلو في البيت. تعالوا بقى هنا الخضره، اي نعم هي حجمها زي ما انتم شايفين لسه صغير، مش كبير خالص، وخصوصا الشبت والكزبره بيبقوا عودين 3 كده. البقدونس نوعا ما ربنا نفخ في صورته. الحزمه رخصت، كانت الاول ب2 جنيه، دلوقتي بقت ب1.5 جنيه. فيا رب يلطفها بينا كمان وكمان، والدنيا تنزل كمان وكمان. احنا طبعا الاسعار، احنا مش متعودين على الاسعار دي، فالحمد لله على كل شيء. ربنا يرخي قوت المسلمين كلهم. تعالوا بقى هنا الملوخية. يعني اولا الملوخية دلوقتي موجود، فكل ما بنزل بجيب شوية بصراحة، اجيب شوية اخزنهم، حبة اعمل منها بس بجيب. وده اواني النعناع، جايبة هنا نعناع، دي فرصتك لتخزينه اليومين دول. لو انت بتحبي النعناع في البيت تخزنيه تجففيه وتحفظيه عندك في البيت. تعالوا بقى هنا شوية خيار متكسر زي ما انتوا شايفين، لا ضارب ولا بايظ، هو كل ما في الموضوع متكسر. ال2 كيلو ونص كانوا ب10 جنيه، يعني الكيلو ب4 جنيه. بص بقى هنا مجرد متكسر بس فريش وجميل جدا. وخدوا بالكم المتكسر ده بيبقى مجرد ايه، اللي هو من كتر ما هو طازه بيروح متكسر اقل خبطه بتكسره. هنا بقى هعمله شويه مخلل، غسلته غسله حلوه، وبعد كده قطعته بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. شلت الجزء اللي من فوق واللي من تحت، وبدات اعمله بنفس الطريقه دي. تقطعي اي تقطيع تعجبك. معي هنا بقى برطمان، وهعمل كل حاجه في البرطمان. انا في اليوم ده كان يوم السوق وعايزه انجز، يعني مش لو هعمل 100 حاجه، انت ليكي حريه الاختيار. طبعا حطيت هنا معلقه ونص من الملح، والملح هنا كان خشن شويه مش ناعم، والاحسن حاجه للمخللات ما يكونش ناعم الملح. وهبتدي احط شويه ميه، وحطيت معلقه توم من اللي احنا كنا مفرزينهم مع بعض. طبعا قلت لكم التوم اللي بفرزه ده للتتبيلات وبس، وما تكتريش خل. انا حطيت زي ما انتم شايفين بمعلقه الاكل معلقه ونص. لو انتي طبعا زي ما انتم شايفين الكميه هنا كانوا 2 كيلو، يعني قولي 2 كيلو بس، لاني خدت منه تقريبا ما يقرب نص كيلو. لقيته مثلا على قد البرطمان ما يشيل، فدول 2 كيلو. خدت لهم كام قرن حراقين كده مع شويه نعناع مجفف، والنعناع مع الميه كده بيدي ريحه خرافيه، ريحه حلوه هتجيلك كده في النعناع. عملته كتير معاكم، بس حبيت برضك ايه
ما تقوليش مثلا الدنيا غاليه، سلطه مش عارفه ايه، اعملي شويه مخلل في البيت زي ما انتم شايفينه بطريقه بسيطه جدا. وايه يعني دلوقتي برطمان المخلل ده ما يكملش معايا 10 جنيه، بس حاجه جنب اي حاجه، ساندويتش مثلا، فطار، اي حاجه تحط شويه خيار مخلل كده طعمه سكر، مفيش غنى عنه في البيت. حطيت على قد البرطمان ما يشيل، وزي ما انتم شايفين انا حطيت كل حاجه، اشتغلت في مكان واحد بس. حتى شويه النعناع اللي حطيتهم مره واحده، لاني دلوقتي هقلبهم مع بعض فهيبتدي كل حاجه تختلط. وهنا ضفت معلقه شطه، وهنا الشطه للطعم برضك، وفي نفس الوقت يعني تدي لون شويه. وجملت بقيته ميه، وهبتدي بقى ارجه. طبعا هدوق الحياء بتاعه بعد ما ارجه كده مع بعضه، لو محتاج ملح ازوده، بس هو كان ممتاز جدا، ملحه مظبوط بالشعره. وطبعا زي ما انتم شايفين كده هتبتدي اقلبيه شويه على الوش ده وشويه على الوش ده، وتاني يوم بالظبط هتبتدي تاكلي منه. ما تكتريش الخل عشان ما يهرهوش ويطري. تاني يوم بالظبط على عملته مثلا بالليل، تاني يوم بالليل بدأت تفتحي عليه وتستخدمي منه. تعالي بقى نحفظ الخضار. عايزة اقولك احفظيه شهر كامل، شهر كامل هيفضل معاكي اول حباية زي اخر حباية. وهقولك ازاي تحافظي عليه. اولا هتجيبي علبة كده محكمة الغلق كده، وهتجيبي اي فوطة، دي فوطة مطبخ حاجات قطن بخليها للخضار زي ما انتم شايفين كده. دي كانت فوطة بغسلها، بخلص الخضار يطلع منها بغسلها غسلة حلوة في الغسالة، وبعد كده ببتدي اشيلها. اول ما بحتاج خضار بروح، طبعا مش دي بس، ده كذا بديل. المهم هبتدي ارص بقى، ترصي بالطريقه اللي تريحك، بس اهم حاجه في الاخر لازم يكون متحوط بفوطه قطن من كل مكان، ما تديش فرصه للتلاجة ان هي توصل له اي رطوبه. وهقول لك تابعي الفيديو للنهايه، لسه هقول لك عليه افكار كمان ازاي تحافظ عليه، وهوريك ازاي بعد ما عدى عليه فتره طويله كمان. بص بقى هنا الخيار، كل حاجه هتحطيها في ركن زي ما انت شايفه كده، وهتبتدي تحطي. بصي بقى هوريكي حاجه هنا، الخضار ده كده بقاله، يعني انا لما قلت انا كان عندي حاجات تانية لسه موجودة، عايزة اقول لك ان الخضار ده كان موجود كده بقاله 3 اسابيع او ما يقارب، داخل على شهر يعني، فاضل له يومين 3 كده ويكمل الشهر. كل ما في الموضوع هتحطي حاجة كده زي ما انت شايفة معدن، وتبتدي كل ما تفتحي التلاجة وتستخدمي منه. انا بوريكي دلوقتي الطريقة اللي انت هتحفظي بيها. كل ما تنشفيه من المية اللي بتوصل له، كل ما هيفضل معاكي اطول فترة. تجيبي مثلا الغطا بتاعه لقيتي مندي بالميه، تبتدي تمسحيه بردك وتنشفيه، وكده هتقدري اضمن لك يقعد معاكي لغايه اخر واحده. بصي مفيش غلطه فيه، زي مش زي ما انت جبتيه بالظبط، بس اضمن لك ان هو يقعد معاكي شهر كامل، شهر يفضل معاكي الخضار. الناس اللي بتشتكي من مزلقه الخيار، الطماطم تضرب مش عارفه ايه، اضمن لك الطريقه دي. جربيها وادعي لي، بس ما تنسيش لو جربتيها دعوه حلوه منك. تمام، وتغلفيها كده، وخلص الفيديو، واتمنى يكون عجبكم. وما تنسونيش باللايك